السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي فاز 1-0 على الهلال السوداني على أرضه وبين جماهيره، والجماهير كانت مؤثرة بشكل كبير جدا وما أثرتش. التقصير واضح من فترة إن المشكلة عندنا في المدرب. أنت عندك لعيبة مستواها كويس جدا، لعيبة سكواد عالي جدا، لعيبة كواليتي بتاعها كويس جدا، وكمان تم تدعيم الصفقات بجراديشيار وبن شرقي، لعيبة جاهزة، ما هياش مثلا محتاجة صغيرة في السن او الكلام ده كله. لا، اثبت جراديشيار ان هو لعيب مميز، بس محتاج يتوظف كويس. وطبعا بن شرقي لا خلاف عليه يعني. لكن المشكلة الأكبر اللي موجودة دلوقتي هي كولر. نتائج الأهلي الموسم ده كارثية. الأهلي تقريبا ما بيعرفش يفوز بسهولة، بيفوز بالعافية أو بدعاء الوالدين زي ما بيقولوا. اللي بيحصل في بطولة دوري أبطال إفريقيا جرس إنذار لمجلس إدارة الأهلي. لازم يبقى فيه حلول جذرية. اعتقد ان من المواقف القليله جدا اللي بعض الناس كانت بتستبعد ان اداره الاهلي ممكن تشيل المدرب في نص الموسم. في الفتره دي انت لو ما شلتش المدرب ده قبل كاس العالم للانديه زي ما حصل في كاس الانتر كونتيننتال، وكنت على اعتاب ان انت خلاص تصعد للنهائي في لقطه كانت هتبقى تاريخيه وهتلاعب ريال مدريد، انت خسرت كل شيء بسبب مدرب مش عارف امكانيات لعيبته، او خايف او مهزوز بسبب دائما وابدا جمهور الاهلي عايز الفوز، وكمان عايز الاداء الحلو وعايز بطولات. واضح ان في مشكله عند كولر، وان هو مش هيرجع يراجع سلبياته ويرجع كولر بتاع الموسم الماضي واللي قبله. اعتقد ان دي مرحله فارقه ولازم كولر يمشي ولازم يتغير، لان هو مش هيغير من نفسه ومش هيغير من تفكيره ولسه بيكابر. فاعتقد ان الدور دلوقتي ان يبقى في مدرب جديد، سواء بقى فايلر يرجع، واعتقد ان ده صعب، ولكن لو عنده فعلا استعداد انه يرجع تاني ممكن. او نشوف واحد زي كيروش في الفترة دي ممكن يبقى بنسبة كبيرة حل مناسب، لانه قادر ان هو يمسك الاهلي ويعمل فرق، لان هو من المدربين اللي بيقدر في خلال فترة قريبة يقدر يستغل الامكانيات اللي معاه، وكمان بيضيف ليهم امكانيات اخرى لو هو يعني خد وقته اللازم، زي ما حصل مع منتخب مصر وما كانش بيدربه كمدرب أندية. يعني اللعيبة ما كانتش مستمرة معاه ومع ذلك قدر يعمل من الفسيخ شربات. اعتقد مع سكواد الاهلي القوي ده يقدر يعمل حاجة كويسة في خلال الفترة البسيطة دي قبل كاس العالم، ويبقى استعداد قوي جدا لكاس العالم للأندية. انما غير كده الاهلي هيبقى في انهيار وهيطلع موسم صفري، اعتقد لو فضل كولر موجود على رأس الجهاز الفني للنادي الاهلي.